يلا يا ولاد خلصوا بسرعة علشان مش باقي وقت كتير من الحصة. اتفضل. سوري يا ميس مريم عشان اتأخرت. خلاص يا حبيبتي ولا يهمك. انتي بتعيطي علشان اتأخرتي؟ لا، عشان الكلب. بس يا ولاد مش مسموح أبداً نضحك على حد من أصحابنا وهو متضايق. فهميني يا مليكة إيه اللي حصل؟ كان في كلب في الشارع بيجري ورايا، وانا اصلا بخاف من الكلاب، وما صدقت وصلت المدرسة، بس انا لسه خايفة. طيب يا حبيبتي اهدي خلاص، انتي دلوقتي في الفصل معايا ومع أصحابك. بس الكلاب جميلة وكيوت مش بتخوف. أنا عندي كلب في البيت. وأنا كمان عندي كلب. مش كلنا بنخاف من نفس الحاجات، ومش شرط الحاجة اللي بتخوفني تكون بتخوف حد تاني. إزاي؟ ممكن توضحي يا ميس؟ يعني طب أنا كنت عايزة أعرف. وأنا كمان عايزة أعرف. خلاص هنكمل كلامنا عن الخوف المرة اللي جاية. وانتي يا مليكة تعالي معايا عشان تغسلي وشك. هي دي كانت إيه؟ إيه ده؟ أنا لسه مذاكراها. معقول لحقت أنسى؟ أيوة افتكرت. انتي بتكلمي نفسك يا فريدة؟ لا، أنا بسمع لنفسي بصوت عالي وبحل تمارين على الدرس اللي ذاكرته. اشربي ده يا فريدة، هيريح بطنك اللي وجعاكي. شكرا يا ماما. العفو يا ديدة. هو انتي بطنك وجعاكي من ايه يا فريدة؟ من الامتحانات. من الامتحانات ازاي يعني؟ أنا بخاف قبل الامتحانات وبطني بتوجعني، وأنا عندي امتحانات الأسبوع ده. يعني الامتحانات بتوجعلك بطنك وهتفضلي طول الأسبوع كده؟ يا بنتي ما كل الناس بتمتحن عادي. بصراحة يعني انت بتدلعي يا فريدة. طب امشي من وشي بدل ما احدفك بالكتاب، فبطني توجعني. الأكل حلو قوي يا ماما. أيوة يا ماما الأكل جميل، بس أنا شبعت. انتي ما كلتيش يا فريدة، انتي بطنك لسه وجعاكي؟ يعني أحسن شوية. يا ديدة انتي شطورة يا حبيبتي، وكل مرة بتبقي قلقانة قبل الامتحانات، بس بتجاوبي كويس وبتطلعي من الأوائل كمان. بس يا لولا يا حبيبتي ما تخافيش، أنا معاكي. شفتي بابا نور اهو، واحنا كلنا جنبك، والضلمة قلت لما الكشاف نور. هو أنا كنت بخاف من الضلمة يا ماما؟ يعني وانتي قد ليلى كده، بس لما كبرتي بقيتي بتخافي من حاجات تانية. الامتحانات يوسف. خلاص هسكت اهو. هيا مليكة عاملة ايه النهاردة؟ كويسة يا ميس، ما كانش في كلاب النهاردة. طيب بما اني وعدتكم النهاردة هنكمل كلامنا عن الخوف، فكل واحد منكم يقولي هو بيخاف من ايه. أكيد كله عارف إني بخاف من الكلاب. أنا بخاف من الضلمة. أنا بخاف من البحر عشان كنت هغرق فيه في المصيف اللي فات. سلامتك يا سارة. أنا بخاف من أفلام الرعب. أنا بخاف من الحتت العالية وألعاب الملاهي اللي بطلع فيها فوق قوي دي. وأنا بخاف من العربيات اللي بتمشي بسرعة دي. وأنا بخاف قوي من الامتحانات. يا ميس هو إيه لازمة الخوف؟ الخوف عبارة عن مشاعر، زي إني أكون حاسس بالفرح أو بالحزن، ومهم قوي إني أحترم مشاعري لكن ما تسيطرش عليا. إزاي يا ميس مريم؟ يعني ممكن أخاف من الامتحان لدرجة إني أقعد أعيط وما ذاكرش وما أروحش الامتحان، بس ممكن كمان أكون حذر، يعني عارف إن بكرة في امتحان وبستعد ليه بالمذاكرة وأنا مطمن إن ربنا معايا. يعني إيه حذر؟ الحذر يعني إني آخد بالي، وده بيساعدني أحمي نفسي من الخطر. فمثلا لو بعدي الشارع هبص يمين وشمال علشان العربية ما تخبطنيش. لكن بقى لو الخوف من العربيات زاد وسيطر عليا ممكن منزلش من البيت أصلاً. وينفع طبعاً أطلب مساعدة من حد كبير لو في حاجة بخاف منها وبتخليني مش عارف أتحرك. طب وأفلام الرعب؟
أفلام الرعب مش حلوة خالص إننا نتفرج عليها، لأنها ممكن تسبب لنا كوابيس وحاجات تانية كتير مش حلوة. وفي حاجتين مهمين قوي عايزاكم تعرفوهم كويس. إيه هم يا ميس؟ أول حاجة، ربنا أعظم وأكبر بكتير من أي حاجة بتخوفنا، ولو دعينا له هيعرف يطمنا ويبعت لنا ناس تساعدنا. تاني حاجة بقى، كلنا عندنا حاجات بتخوفنا، فلازم نحترم بعض ومحدش يقلل من مشاعر الخوف بتاعت حد تاني. يعني لا نهزر ولا نتريق على خوف حد. بالظبط كده يا مليكة. مس مريم عندها حق، كل واحد فينا عنده حتة بتخوفه، ولو أنا بخاف من الحتت العالية يبقى فريدة ممكن تبقى بتخاف من الامتحانات. مش صح إني قعدت أهزر واتريق على خوفها كده، أنا لازم أعتذر لها وصالحها. بس أنا جاتلي فكرة. أيوة، مين؟ أنا يا ديدا. لأ، ما تدخلش، أنا عايزة أقولك على حاجة مهمة بجد. طيب ادخل، بس ما ترغيش كتير عشان أنا عندي امتحان بكرة. عملت إيه في الامتحان النهاردة؟ كان كويس. انتي شاطرة يا ديدا. مالك يا يوسف، انت عايز حاجة؟ لأ، أنا بس كنت عايزة أقولك إني آسف إني هزرت واتريقت عليكي، وإني ما كنتش عارف إنك بتخافي من الامتحانات للدرجات دي. اتفضلي، دي عشانك. والشوكولاتة كمان، ده انت طلعت أخ جميل بقى، يعني مش زعلانة مني؟ لأ خلاص يا يوسف، شكرا على الشوكولاتة. ديدا، انتي على طول شاطرة وبتطلعي من الأوائل، وانتي بتعملي اللي عليكي، فما تخليش الخوف ده يعطلك، وربنا معاكي، وانا هدعيلك تحلي كويس في الامتحان. يا رب يا يوسف. طيب مش عايزة تفتحي الشوكولاتة؟ ليه؟ أصلي عايز حتة. يوسف خلاص، ذاكري بقى كويس عشان الامتحان بكرة.